ايه اللي بيحصل لما تتنفس تنفس عميق؟ اول حاجه، الناس اللي دقات قلبها زياده، في ناس كده بيبقى عندها دقات او سرعات دقات القلب دو 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 زياده، فلما تتنفس تنفس عميق اول حاجه دقات قلبك بتنخفض بتقل، بيبقى معدلها الطبيعي. جميل جدا. ايه النقطه التانيه؟ النقطة التانية ودي مهمة جدا، ان انت لما تتنفس تنفس عميق او لما تمارس هذا التمرين لمدة 5 دقايق يوميا، الاكسجين هيتم تدفقه في الدم. ده نقطة مهمة جدا. تالت حاجة، يتم تدفق الاكسجين في المخ. وزي ما حضرتك عارف قد ايه المخ بيبقى محتاج اكسجين، عارف لما تبقى مثلا طالع الدور السادس وانت طالع فبتلاقي عند الدور الرابع ايه اللي بيحصل؟ لان دماغك بيتغذى على الاكسجين وهو مش متعود ان ياخد الجرعه بتاعته اللي هي الجرعه الطبيعيه، فلما ياخد جرعه اللي هي وصلت شويه يعني الى الطبيعي فتبدا تحس بنهجان ودوخان. فلما تتنفس كل يوم 5 دقايق تنفس عميق هتاخد الفايده رقم 3، ان الاكسجين هيتم تدفقه بقوه للدماغ، وده هيحصل نوع من الاسترخاء. وده معناه ايه؟ معناه ان كل الناس اللي بتشوفني دلوقتي اللي عندها توتر، عندها قلق، عندها اللي بتاخد يعني بعض العقاقير علشان توترها يقل، عشان الغضب شديد قوي، التنفس ده هيظبط لك الدنيا دي كلها. كمان بيتم افراز هرمون جميل جدا اسمه الادروفين. الادروفين ده لما يتم افرازه في الدماغ حضرتك بتحس باسترخاء شديد. التنفس العميق بيفرق معاك في الراحة النفسية، بيفرق معاك في معدل التوتر والقلق، بيفرق معاك كمان في التركيز. وده مهم جدا لكل الطلبة اللي بتذاكر، لازم تمارس التمرين ده لمدة 5 دقايق قبل المذاكرة. فلو عندك توتر من دخول الامتحان يبدأ توترك يقل وينخفض. فوائد هذا التمرين صحيا ونفسيا قوي جدا جدا، وارجعوا للابحاث وهسيب لكم ان شاء الله في وصف الفيديو رابط لمقالة مهمة جدا بتتكلم على فوائد التمرينات الخاصة بالتنفس وتحديدا التنفس العميق. ازاي نمارس التمرين ده؟ تعالوا بقى نشوف كيفية ممارسة هذا التمرين. الممارسة السليمة الصحيحة اللي هتفرق معاك باستخدام الشفاط او الشاليمو. تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي نتنفس تنفس عميق سليم يوميا لمدة 5 دقايق. احنا عندنا طريقتين مهمين جدا لاستخدام التنفس العميق. اول حاجة ان انت هتقعد على كرسي ويبقى ظهرك كده مستقيم، حلو قوي، وتحط ايد على بطنك وايد على صدرك. ايدك اللي على صدرك بتطلع لقدام كده يعني. جميل. زفير. ولما اخد الشهيق هكتم نفسي اطول فتره ممكنه، ايوه اطول فتره ممكنه اكتمها، ولما تطلع الزفير طلعه بهدوء تاني. يلا خد نفس عميق. زفير. وعايزك تغمض عينيك كده وتستشعر ان السموم اللي في جسمك بيتم قتلها، تستشعر الاسترخاء العظيم، تستشعر دقات قلبك بتقل، تستشعر كل حاجة سلبية بتطلع منك. تاني خد نفس عميق، اكتم اطول فترة ممكنة، زفير بهدوء. جميل جدا. كمان ممكن نستخدم الشفاط او الشاليمو. هناخد نفس عميق منين؟ النفس زي ما قلنا في الفيديوهات اللي اتكلمنا عنها، ارجوكم النفس يتاخد من جوه من البطن، وبالتالي بطنك بتطلع لقدام مش بتتنفخ، لان الحجاب الحاجز بيضغط عليها. الحاجز في المنطقه اللي هي تحت الرئتين، فلما بتاخد نفس بتطلع بطنك لقدام. يلا خد نفس. خد نفس تاني. التمرين ده يا جماعة تمرين سحري، تمرين مهم جدا هيفرق معاك قوي. عايزك تمارسه يوميا 5 دقايق لحد اسبوع بالظبط، الدنيا هتظبط معاك.
الحاجة التانية اللي بتمنى دعمكم فيها، الناس اللي ما اشتركتش عندي في القناة تشترك في القناة، اسيبوا لي كومنت بالتمرين اللي انتم محتاجينه، سواء تمرينات صوت او تمرينات تنفس او جهاز النطق. اشوفكم في اللقاء القادم، سلام عليكم.